كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واجعلنا للمتقين إماما. أما بعد 40 حديث صورك دوا حديث تعدي الشيروي تاقى ابن رجب بوش عين تاقى رحمه الله توا صورك دوا حديث تاقى برخ حديث 50 دينا تيرخ بيسات حديث دينا تاقى اشتغل رينشوا ثاني بيسات دو اشتغل جوا بروستي إمام نووي صوش دو صورك دو تعمل شروش برختيتو برخ حديث ابن رجب استتوادو تاقى بوغني بيسات حلدز ويا قدع إن شاء الله هالبرخ حديث تعدوش دوي توخل متن تعويش روي وحديشي. لقى الحديث 43 صورك تريتي حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ألحقوا الفرائض بأهلها. يلشتو ألا ابن عباس يقرأ حديثتو ألحقوا الفرائض بأهلها. فرائض ميراث то есть наследство. То есть наследство доштол дагна что уж долчан уж дочан акач деба и дагна наследство дол. فما أبقت الفرائض إتس فرائض إتس داغنش ديتن تعهم دلعها فلأولى رجل ذكر فلأولى رجل ذكر أجرى جرجر وضو تجنا دعور ديبا ديسنك. رواه البخاري ومسلم. قيل عديلي. الحديث 44 تاقى سورة چتورتي حديث عن عائشة رضي الله عنها. عائشة ستيتن حديثتو عن النبي عليه الصلاة والسلام إلش نجرى قالت سؤال الله الرضوعة تحرم ما تحرم الولادة. رواه البخاري ومسلم. رضوعة بير دقدردو إت بير دقر وحارم دعون قدم دنيا دقر بير در وحارم درختر والصوم حارم دتصبع توستي بير دقين الزودا إز تون ميال وغيرغر تاقى هوق كانت ولا يوعي لحتنا حارم وشوي هركاك بتنان سنهول بسنا الشاء إشتا تون غيرغر نعبوش سنهول. الحديث 45 صور بياتي حديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هو ديتنار أنه سمع رسول الله عليه الصلاة والسلام عام الفتح وهو بمكة يقول تون إلش خزير مك حيوقش بتجوحا شرجوحا إز مكة وش سؤولش إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير. بقال الله تون إلش حارم دنا ملش يلهم يوحكا يلهم يوحكا حق يوحكا والأصنام تاق إيدلش تسي تلقش بوي تسار بقلانات تيشغل للوش يوحكا. فقيل تاقنا غيلرتن يا رسول الله دليلش أرأيت هنا خؤال خيتا شحوم الميتة أقا يلهم أنا جريزة يجري الشغلات وين راحة فإنها يتلى بها السفن كرابلشن تحقش باخ ويدهن بها الجلود تقيل شكور نشلرش تعقيل كور نشن تحقي باخ تمازة تبوغلقش ويستصبح بها الناس تقيت جير تاني ناخ شينا سويت خلوت باخ то есть как бы факел يرسن تحقي ياغا يشتنو как бы سويت يرسن تناخشين نور داقيش ناخ использовать я шумши шон вайлы тюналятельче فقال لا هو حرام то есть مقردات سيلرتو то есть يوم شليلو مقردات. ثم قال رسول الله عليه الصلاة والسلام то есть ишти цумана о йохка йохшнаш ицунах ицуман используют я шагулиз ишти вахт меги бо дагиелшно عليه السلام مقردات бо تقصد عيالشنا إلر عند ذلك إتخين أحا قاتل الله اليهود الله خلق بر جكتي يا الله خلق بولش لبا دعا ديرسن ألا مقدوق إن الله حرم عليهم الشحوم الله وتعني جير حارمينير فأجملوه تار إذا هو تشنا غرس بلاولات وتر ثم باعوه يوحكر تر فأكلوا ثمنه تأخذ ماخا بار تر تيس ماخا عوتي تشنا شينا يشوك يتا ويتشا يوغا يشندور تر باخ. رواه البخاري ومسلم.
الحديث السادس والأربعون تاق صورك شسنا حديث عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أبو موسى أسبوغ يلشنو بعثه إلى اليمن يلشنو غيتنيرز فسأله عن أشربة تصنع بها تاق يلشنو تنك خاتر تيقع يشلو مولشل همش خاتر تسير خلات فقال وما هي تسمون شوش يلشنو خاتر تنك قال سؤالر يا أبو موسى البيت أول مزرو تست هرشي مالر دوسيق على البيت أول مزرو فقيل لأبي بردة تاقو خويا سنة دي حلوي تشن خاتنير أبو بردة خاتنير تشن سيبول شعر ما البيت حو يبيت حيو قال نبيذ العسل موزخ يقشل سواك يلر سواك مولشل هم يقص والمزرو نبيذ الشعير أقا مزرو بوغا أقا يتشمين يقشل مولشل هم يو فقال دا يلشنو يلر أقا شويو ديسن شو تاها كل مسكر حرام مصو وخوشل هم حارم رواه البخاري. الحديث السابع والأربعون لقى صورك سمو حديث عن المقدام ابن معد يكرب قال سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول يالش خزير بوخ وشين أولش ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن أدمو تعاهما أساسود حل يزميات شي حل يشلهم يزميات شي قيلة خوجة تلوهم يزميات بحسب ابن آدم وكولات يقمن صلبه تأشتو أدمنا يؤشلهما تنبقى ستور بوشتلهم تسي ودنيا عند علي لتر بوشتلهم دي كان تؤردو تنبخ فإن كان لا محالة نو قتديش تعالوش نقحسن تعولها فثلث لطعامه تريتيش أستي آمن خريتشن وثلث لشرابه قولو داغ وجه قولو داغ ملان خريتشن وثلث لنفسي وجه قولو داغ تنسدع عن خردو رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حديث حسن ترمذيس لك حديث تو ألار. الحديث الثامن والأربعون صورك واسمه حديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يلشنا إلى البوخو أربع من كنا فيه كان منافقا ديكم شيء دقا إذا منافقو وإن كانت خصلة منهن فيه نقعسن إتئ نقصهم شيء عدلها كانت فيه خصلة من النفاق إتس النفاق الله خائز لتسمير تعداء خيدتنقع حتى يدعها تعد التج من إذا حدث كذب ديكم هدو من إذا حدث كذب نبرمر تعولع تعندوش عن بيتشبوش وإذا وعد أخلف يشا تع دوشتل إقورش تليش وإذا خاصم فجر شات عن خيسلو شوالع تأخويل شوالع وإذا عاهد غدر تأخويل الغدو وقدوت سقدي تسري تاق وجه بيتش بيسنا شيء وقت ولو غيرش هم شيلدر وإذا عاهد غدر شا عن دل دوشتل عايزة قورش تدر شا إذا قورش تدر. رواه البخاري ومسلم. الحديث التاسع والأربعون صورك دياتي حديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر يقرديت حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يشنو إلى لو أنكم توكلون على الله حق توكله تتوكلون دوار توكلون اشتاء تان عدق شالا مكشتو شو دال تبوا بالشتلحار حق توكله تنتبوا بالمبيز لرزقكم الله ورسول دشون كما يرزق الطيرة بتيتشن رزق دلارتر تغدو خماسا وتروح بطانا بتيتش عيرن آردول شكيل نش بس بوش سيرن حدول شش دوزدوش مخ تست الله ورسول تان وردينا. رواه أحمد والترمذي والنسائي في الكبرى كما في التحفة وابن ماجه والصححه ابن حبان والحاكم وقال الترمذي حسن صحيح حسن صحيح حديث الترمذي. الحديث الخمسون تأحر حديث بيسات حديث عن عبد الله بن بوسر قال قال أتى النبي عليه الصلاة والسلام رجل فقال تعتق يلجن تيبن سؤالر يا رسول الله دليلش إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا إسلام دين عدل زكو الشرع شطون نقدو فباب نتمسك به جامع
تاع هم ديتاتون تاع غلوا تاع هم ديتاتون مسهم شلوتر دوش توتون تصل دوش قال يلشن إلر لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل تأم حي موتخلي تيدا الله يغوش سيل عويز رواه أحمد أحمد ستيتن حديثه تقار بيسات حديث شق دلوي أقا هوشة ومتنر ويا حديشي متن ويا شق شرح دوش اشتاش دو لقي حديش تقار تاع دقع عام ولا تشنا تاع دقع حديش عام ولا تشنا متن ورا وشتا ما دقالش لبو حديث جاين دليريز قرآن دليريز قرآن شي تفسير تيدي اشتيز حديث جاين شي شرح تيدي اشتيز هر دقع عام ولا تشنا متنو والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.